بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتكلم عن الماتش بتاع امبارح بتاع الأهلي والاتحاد السعودي، اتحاد جدة. أصداء عالمية يتغنوا بالأهلي والإنجاز اللي عمله الأهلي. احنا برضك عاوزين نقول إن احنا مش عاوزين نخفز حق، احنا الأهلاوية بنقول الحق، مش عاوزين نخفز حق الاتحاد فريق آسيوي كبير، عنده يجي 12 11 لاعب عالميين من اللي كانوا بيلعبوا في الدوريات العالمية. في لعيبة حاصلة كانت على الكرة الذهبية، في لعيبة حاصلة على بطولة أوروبا. دي مؤهلات اللعيبة، بس اللعيبة كبرت، ما بقتش واحد زي كريم بنزيما امبارح ما كانش قادر يجري، كان بيباصي الكورة وواقف، جريته اما جاب الجون وهو واقف، ما جابوش من حركة. ده بنزيما ان هو يجيب الكورة جات له يجيب جول في المكان اللي هو فيه. عاوزين برضك نقول احنا نقول التشكيل بتاعنا. امبارح كان لعب الشناوي ومعلول وعبد المنعم وياسر وهاني ومروان عطية واحمد نبيل كوكا وامام عاشور والشحات وكهربا وتاو. مش عاوز اقول واحد على واحد، مش عاوز اقول ان انت واحد يجي يقول لي انت كنت بنضرب في اللعيبه وفي الفريق وفي المدرب. لا، انا اهلاوي برضك، انا هكرر على طول ان انا اهلاوي وبحب النادي الاهلي، وعاوز ان هو يبقى احسن حاجه في العالم كله، مش احسن حاجه في افريقيا، مش احسن حاجه في اسيا، مش احسن حاجه في اوروبا، احسن حاجه في العالم، الفريق الاحسن عالميا. احنا عندنا هنا في مصر طبعا في ناس امبارح ان الاهلي عمل كده في الاتحاد، كانت عاوزه الاتحاد يبهدل الاهلي. يعني كان قبل الماتش يقول لك ايه، انتوا هتقابلوا اللعيبه الاوروبيين دول، ده انتوا هتتقطعوا، ده انتوا هيتعبوا. ربنا كسفهم، ربنا كسفهم خالص يعني. من ضمنهم اسمه الهجاص. الهجاص دوت اللي ربنا كسفه، وربنا ما ادالوش اللي هو عاوزه، وربنا اداله على قد نيته ان هو يتغلب الاتحاد وهو يبات حزين. وواحد زي ميدو، ناس بتقول لك انتوا اتكلمتوا على كولر، وكولر مدرب عالمي. احنا ما قلناش عليه حاجه وحشه، بس ان قلنا ان هو ساعات بيفرط في ان انت الخطأ قصادك باين، ما تلعب، ما تصلح الخطأ. ليه مصمم ان لاعب يفضل؟ موديست انت جربته مره واثنين وثلاثه واربعه، مصمم انه يبدأ، مصمم انه يلعب في الاحتياطي في الفريق. ما وحش، ما تنزل لاعب تاني، ما تختبر لاعب تاني، ما عندك ناشئين، ما تنزل زعلوك. احنا ما بنقولش ان مدرب وحش، مدرب 10/10، مدرب هايل. وبعد البطولة دي انا بقول لكم ان هيجي له عقود احتراف كتيرة بعد البطولة دي، ده اذا ما جاتلوش وهي البطولة قبل ما تنتهي. احنا ما بنقولش ان هو فاز ب5 بطولات السنة اللي فاتت وشبع، لا، هو ما شبعش واحنا ما شبعناش، هو عاوز، بس المستوى كان هابط. احنا بنقول امبارح هو دي بداية الموسم بتاعتنا، مع مستوى علو مستوى اللعيبة كلهم، مش هقول لاعب على لاعب. الشناوي كان عملاق امبارح، الشناوي. معلول كان هايل، عبد المنعم كان ممتاز، وياسر ابراهيم كان فدائي، هاني المونديالي العالمي، اللي هو يعني كل هاني ما بيظهرش بالمستوى اللي هو فيه دوت غير كل بطولة كاس العالم، وعالمي، لاعب مش معقول، لاعب ممتاز هاني. يعني ما يعيبش اكرم ان هو قاعد على الخط، لا، اكرم ممتاز. اكرم ده الفدائي، اكرم ده مفازة، اكرم ده يعني مش عاوزين نقول هو كان متعور واصابه، طالما هاني راكب خلاص، هو المدرب مش عاوز ان هو يخلي يبدل كل شويه واحد بلا واحد. هاني امبارح سد. نيجي الخط الوسط، كان مروان امبارح فاز باحسن حارس، باحسن براجل المباراه امبارح، مروان عطيه. كوكا نزل
شال نجم خط الوسط بتاعهم اللي هم ما كانش حد بيتحرك من غيره، مش عارفين يتحركوا من غيره. ده كوكا اللي الناس كانت بتقول لك ازاي ده لسه صغير. المدرب كان عنده رؤية تانية، ودايما رؤية المدرب هي الصح، دايما هو بيختار الصح. بس هو غلط في موديست، مش عارف انا، يا رب يصلح غلطه ايه على طول. هو الاقدار صلحت غلطه ان هو اتطرد امبارح، مش هيلعب في الماتش اللي جاي الحمد لله. يعني احنا نشوف لاعب تاني بقى. امام عاشور، امام عاشور لعب دور، شال حركة الباك اليمين بتاعهم اللي هو خلاه، اللي هو كان الرئة بتاعتهم اللي هي كان دايما بيرفع الاهداف، بيرفع الكور عشان تيجي فوق لراس الحربة اللي في المنطقة، اللي هو بنزيما ورفاق. شله، ما خلاهوش يدي الانتاج اللي هو فيه. ده امام عاشور. لعيبه لعبت بيرسي تاو، بيرسي تاو كان خطير جدا، بس انا مش عارف كانت الكرة كل ما تروح له كانت بتتخبط في رجله، مش عارف ليه، مع انه خطير جدا امبارح. العيال كانت مرعوبه منه امبارح. كهربا، كهربا النجم الاوحد. يعني كهربا، يعني انا بقول ان هو مش راس حربه، بقول لك ده هو وينج جناح، بس كل يوم والتاني بيثبت ان هو ينفع في اي مركز من مراكز خط الهجوم. وحسين الشحات، ويتألق كالعاده حسين الشحات، ويركب الماتش، ويبقى اللاعب الوحيد اللي هو يوصل 4 نهائيات متتاليه ويجيب فيهم 4 تجوان متتاليين. دي نجوم الاهلي. والناس اللي نزلت، الناس اللي نزلت مش عاوز ان انا اقول واخفز حق، اللي نزل طاهر وكريم فؤاد والسوليه وديانج ومودست. مودست احنا ما شفناهوش غير هو لا نزل دقيقتين واتطرد، ادى حجازي بالكوع واتطرد. يعني الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. يعني محدش عارف النصيب فين. طاهر نزل لعب حلو، ادى على قد الوقت اللي هو كان فيه، وكريم حلو وبيجري وعنده فدائيه كبيره، وكان لو حظ خدم كريم كان ممكن كان جاب جون امبارح. وديانج نزل برضك سد، ديانج نزل بدل كوكا، كوكا اتصاب في الاخر. يا رب تكون الاصابه يعني كويسه وما يعني خفيفه، تبقى وحاله اللاعب تبقى كويسه ويلعب معانا الماتش اللي جاي. والشحات وكهربا، كهربا يعني انا حسينا ان هو امبارح ان هو اشتكى باللي هو تعب، عاوز يريح عشان عنده ماتش الماتش اللي جاي اللي هو الفريق البرازيلي. يا رب ان شاء الله ربنا يكرم الفريق ويفوز الماتش اللي جاي ويكسف واحد زي وليد فراج. وليد فراج بيقول لك ما ينفعش نلعب من غير الاهلي. لا يا باشا ما تنفعش، يا اللي معاهم الاهلي يا اللي مش عاجبه يروح. احنا غلبنا دلوقتي الزعيم وغلبنا العميد، والدور والباقي النصر اللي فاضل، اللي هم بيقولوا احنا نلعب الاهلي. لا، انت اما تفوز وتبقى بطل الاول تيجي تلعبني، مش تلعبني كده. انت مش، انا مش ماشي في الشارع وتيجي تقول لي انا ليه اما تبقى بطل، لان احنا ما بنلعبش غير الابطال. ونقول تاني مرة للناس اللي هم في مصر، اللي هم الزملكاوية اللي هم ناموا زعلانين امبارح، ربنا يديم عليكم الزعل وما يفرحكوش ابدا. خليكم في فرقتكم وخليكم في خيبتكم اللي هي النادي المصري غلبكم. وانتوا كان معتمد جمال كنت بتقولوا عليه اللي هو المدرب الواو، او معتمد جمال اتغلب. بعد ما اتغلب قعدوا يكيلوا ليه في قناة النادي الزمالك وكانوا هيموتوه وبيطالبوا ان هو يمشي ويجي مدرب تاني. وحازم امام يقول لك كان في الماتش الاولاني يدي انذار شديد اللهجه للفريق الثاني. انت ما انتش عارف ان هو النصر لاعب الاهلي؟ يقول لك انا مش عارف يعني ايا كان فريق. بص السواد وقلبه الاسود، ربنا يديم عليك قلبك الاسود دوت. يعني فكها شويه، خليك رياضي. ده انت راجل اتحاد، انت راجل في اتحاد الكوره. يعني خليك رياضي. انت بتخدم كل الانديه، مش بتخدم نادي معين. خليك تبقى محايد، خليك يبقى عندك روح رياضيه. ما تقولش الاهلي لازم الاتحاد يدي انذار
انذار شديد اللهجه. يديه شديد اللهجه لمين؟ للاهلي. هو لو كان الزمالك يلعب كنت انت هتقول الكلام دوت؟ والله عيب عليك، والله انت نزلت من نظري من زمان. ونقول في الاخر السلام عليكم ورحمه الله.